السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جنب كوبري المنظرة النهاردة، قلنا نبص نشوفوا ايه الوضع، وصلوا لغاية فين، والمعبر ده خلص ولا لسه. ده الجزء اللي هو بين محطة المنظرة ومحطة العصافرة، هي محطة المنتزه. خلصت القمر. هنبص بقى هنشوف الوضع ايه، هنشوف الوضع ايه في كوبري المنظرة والمعبر بتاعه. والله يكونوا قربوا يخلصوا. اخر مرة كانوا نزلوا الطبقات الاخيرة، كان فاضل شوية شغل بسيط كده وينزلوا بالاسفلت. بص بقى من هنا بعد ما يتشال الكوبري، العربيات اللي داخله دي والعربيات اللي جايه ناحيتنا الاثنين هيبقوا اتجاه واحد في اتجاه الكورنيش، والناحيه الثانيه هتبقى اتجاه اللي جاي من الكورنيش جمال عبد الناصر. طبعا بعد ما يخلص الكوبري وتنظيم الميدان والكلام ده كله، يعني ده يعتبر المعبر ده يعتبر مؤقت اتجاهين، لكن بعد كده هيبقى اتجاه واحد بعد ما المشروع يخلص. النهارده الجمعة، العملية هادية شوية. أنا بحاول أجي يوم الجمعة هنا عشان الناس يعني بيبقوا في الأيام العادية شغالين طبعا وكده، فبنحاول في يوم الأجازة في مناطق زي دي. ادي الارض اتعملت واتدكت واتظبطت، يمكن يترفع منسوبها حاجه خفيف ولا حاجه، بس ما افتكرش في المنطقه دي لان خلاص اهو على مستوى البلعات دي، على مستوى الاسفلت، وكله اتدك اهو اتظبط. وعشان النهارده الجمعه العربيات راكنه مفيش مشكله. هو كده يعني ممكن ينزل على شوية تظبيط بسيط كده وينزل بالاسفلت. يعني في اماكن البلاعات عالية شوية، يعني هتبقى في شوية تظبيط. هو طبعا مش عالية معناها ان غلط يعني. مقصود ان لسه المناطق اللي هي حوالين البلاعات دي هتعلى شوية، وفي حاجات صغيرة كده تتفنش يعني. بس هو كده يعتبر الرصيف عملوه بالفعل اهو، بولدرات اهي، يعني شغالين في الاثنين في نفس الوقت. وهنا كان في كابلات ومواسير، فعاملينها برضو عشان المطرة، مية الأمطار، تصريف مية الأمطار. وكان في الوسط هنا عاملين صرف صحي جديد، فيعني كان شغل برضو مش مجرد فتح طريق وتسويته وخلاص يعني، لا ده يعني موصل مية الأمطار للمجاري في المنطقة دي. فشغل كتير يعني، مش حاجة بسيطة برضه. فعشان يمكن كده، عشان كده أخد شوية وقت. بس هو
خلاص في نهاياته، وهيبقى رصيف عريض. واضح ان طبعا ده عشان الرصيف العريض ده مش مؤقت، هيبقى دايم بعد ما يخلص المشروع، عشان الجزء اللي احنا واقفين فيه ده هيبقى كله في اتجاه الكوبري او الكوبري سابقا يعني، والناحية التانية بقى الاتجاهين دول هيبقى اتجاه واحد في اتجاه الكورنيش. هو نازلين بالكسر والسن والطبقات الفنية بتاعتهم، وشغالين في الرصيف في نفس الوقت وتصريف الأمطار، كل حاجة ماشية تمام يعني. هو لو اتشد الحيل شوية ممكن في خلال أسبوعين 3 بالكتير أوي يكون خالص بإذن الله. طبعا هم يعني احنا بنتكلموا كهواية يعني، مجرد ما عندناش. طبعا الناس دي بتشتغل محترفين، عندها جداول تشغيل، جداول تنفيذ، وكل حاجة بتوقيتها، وكل حاجة ايه اولوياتها، ايه قبل التاني وهكذا. فيعني بس هو كده خلاص الموضوع خلص في اواخره، خلاص في اخر حاجة، اخر جزء منه، وان شاء الله ينزلوا بالاسفلت ويتفتح الطريق قريب. هيخف مشكلة في ميدان كوبري المنظرة، ويتشال بقى الكوبري القديم. ومعرفش بقى المنطقة دي هل هيتعمل فيها عمود في الوسط في وسط الاتجاهين الجداد، ولا هتتعمل كاميرا ستيل كبيرة زي اللي عاملينها في كوبري محمد نجيب الجديد. ممكن ده يحصل يعني، احتمال كبير. فاحنا كده هنقفله، ولا تنسونا في الاشتراك واللايك والشير عشان يوصل الفيديو للناس اللي عايزة تعرف اللي بيحصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.